5 أكلات يومية هتقلل مقاومة الأنسولين. في ناس كتيرة فاكرة إن مقاومة الأنسولين معناها إن الجسم بيبطل يفرز أنسولين، لكن الحقيقة إن الجسم بيفرزه عادي، بس الخلايا ما بقتش سامعة له كويس، وده بيخلي السكر يعلى رغم وجود الأنسولين، وده بيتعالج بالأكل الصح مش بالحرمان، زي الكربوهيدرات المليانة بالألياف زي الشوفان، البقوليات، الخضروات الورقية. الألياف بتبطئ امتصاص السكر وبتخلي الجسم يفرز أنسولين بشكل متزن، فبتقلل التذبذب الحاد في السكر. زي الدهون الصحية، الدهون الصحية زي زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات. والدهون ما بترفعش السكر، الدهون دي بتحسن حساسية الخلايا للأنسولين وبتقلل الالتهابات المزمنة اللي بتضعف استجابة الجسم. البروتين زي الفراخ، السمك، البيض، الزبادي اليوناني. البروتين بيخليك تشبع أسرع، بيقلل الشهية وبيمنع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الأكل. الأطعمة المخمرة زي الزبادي البلدي، لبن الرايب، المخللات الطبيعية، دي بتحافظ على بكتيريا الأمعاء النافعة اللي ليها دور كبير في تنظيم الأنسولين والتمثيل الغذائي. وأهم حاجة الحركة، حاول تتمشى كل يوم نص ساعة، ده بيساعد الخلايا تستخدم السكر بدل ما تخزن دهون. ويا سلام يا سلام لو بتلعب رياضة. الخلاصة، الأكل الصح مش نظام مؤقت، دي طريقة تعيش بيها تخلي جسمك يستجيب للأنسولين بشكل طبيعي وتستعيد طاقتك ونشاطك يوم ورا يوم.